السلام عليكم إخوان، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا العرض المتميز في مجموعة السيارات الرائعة المعروضة للبيع بالمغرب. شكرا لكم فين ما كنتوا على المساندة ديالكم القناة. كنشكركم أيضا على الثقة ديالكم، واللي إن شاء الله غتكون في محلها. لهلا يحشمنا ويخلينا عند حسن الظن ديالكم. ما تنساوش تشاركوا معنا التعاليق ديالكم وحتى التجارب ديالكم باش كلشي يستافد. اللي عنده شي مشكل يتواصل معنا إن شاء الله. إذا نبداو العرض بحول الله بأول سيارة معنا، هي الداسيا لوغان. السيارة اللي كتجي مانيوال اسانس 6 ديال الخيل. الموديل ديالها 2010، الماتريكول ديالها 1015، كيلومتراج ديالها في حدود 160,000. السيارة دوزيام مان، كتجي في العمرية ديالها ليكتور سي دي ام بي 3 سنتراليزي. السيستم فريناج ديالها لا بي اس لي زيرباك. الفولون ديالها اسيستي والزاج الكتريك. السياره اللي مطلوبه بزاف وكتواجد بكثره في المغرب. داسيا لوغان كتعتبر الاعلى مبيعا في الموديلات ديالها على السانديرو ستيبواي وحتى على الدوستر. السياره اللي فيها كاع معايير السياره الاقتصاديه العمليه، حتى في اختبار السلامه الاوروبي تحصلت على 3 نجمات. من اكثر المشاكل ديالها في هذا الموديل بالتحديد هي في لانجيكسيون ديالها والتيربو، هما ما غاليينش بزاف ولكن كيخسروا بزاف. السياره هذه كتعتبر اقتصاديه نوعا ما، حيت يلاه كتاكل ديك 8%. الشكل ديالها زوين من الداخل، جات واسعه وكبيره ومريحه ايضا. السياره كتعتبر ثابته في الطريق، الصباغه ديالها دوريجين. البنوات ديالها ملاح ورقاتها خالصين. الثمن الاول ديال هذه السياره 44 الف درهم، والسياره كتوجد بمدينه فاس. كاينه معنا ايضا السياره رقم جوج في هذا العرض، اللي هي الالفا روميو 156. السياره مانيوال اسونس 11 ديال الخيط. الموديل ديالها 2011، الكيلومتراج ديالها في حدود 350 الف. الدوزيام مان، جات بالديزاين الخارجي ديالها اللي زوين بزاف، يعني الديزاين ديالها ما كيموش. السياره اللي شبابيه رياضيه، من الداخل جات عامره بلاستيك، يعني الطابلوت بور ديالها غير بلاستيك القاصح، يعني من الداخل ماشي شي جوده بالمقارنه مع الاكستيريور ديالها اللي جو واعر. حتى الكاروسري ديالها والطوره ديالها اللي صحاح. جات بلي جون ديالها الومنيوم بوست راديو. الزاج لي اوتوفيزور ديالها الكتريك لا بي اس سنتراليزي ريزيرفاك. فيها لي فران تيبغويه كليما وريغيلاتور فيتيس. السياره تحصلت على 5 نجمات في اختبار السلامه الاوروبي. السياره هذه جات بوريقات خالصين. الكسيده كيقول مولاها ما دايراش، البوراج ما كاين، الصباغه ديالها ما بيهاش، الا بغيت تبدلها وصافي. خاصها بنوات، الموتور فيها مليح، النويمرات ديالها دوريجين. الثمن الاول ديال هاد السياره هو 18000 درهم، والسياره كتوجد بمدينه الدار البيضاء. كاينه معنا السياره رقم 3، البيجو بارتنر. السياره مانيوال مازوت 6 ديال الخيل، الموديل 2010، كيلومتراج ديالها في حدود 250 الف. الماتريكول ديالها باء 6. جات في العمريه ديالها لا بي اس لي زيرباغ ليكتور سي دي ام بي 3 سنتراليزي اسيستي الزاج الكتريك واليو اس بي. السياره الاقتصاديه كتكونسومي تقريبا 6% بمحرك لتر نوف. كيتزاد استهلاك السياره مثلا على حسب طريقه السياقه ديال السائق والحاله الميكانيكيه ديال السياره والطريق والحمولة اللي كتسد السيارة، وأيضا كتجي مريحة في الركبة ديالها. السيارة ما تحش بها في الطريق، ثابتة. البياس ديالها موجود ورخيص، وأيضا السيارة مطلوبة في السوق الوطنية، يعني البيع ديالها ساهل، خصوصا إلا كانت نقية. من غير المشاكل ديالها اللي معروفة كتقول اللي كيبان عليها وكيخلي السيارة ضعيفة، خصوصا في العقبة. والطولة ديالها اللي كتعتبر ضعيفة، وبياسها تقريبا اللي بالمقارنة مع المنافسات ديالها كيمود دغيا. كيبقى الثمن ديالها معقول. هاد السيارة هادي جات بمحرك جديد، المسائل ديالها خالصين، الحالة الميكانيكية ديالها امارش. الثمن الاول ديال هاد السيارة 39 الف درهم، والسيارة كتوجد بمدينة الرباط. معنا ايضا المازدا 3، السيارة مانيوال اسونس 11 ديال الخيل، الموديل 2005، الديوان 2011، كيلومتراج ديالها في حدود 250 الف. الدوزيام الماتريكول ديالها 1081. جات بالكليمة، الزاج الكتريك سنتراليزي، الاورديناتور بورد، جوانت الومنيوم، لي زيرباغ، الاسيستي ديالها. الفولون ديالها ملتي فونكسيون، طوا اوفون، رادار تريكول، ليميتور ريغولاتور دو فيتيس، والسيستم فريناج ديالها ا بي اس. السياره زوينه من ناحيه الشكل ديالها، اقتصاديه توت اوبسيون. السياقه ديالها ممتعه، كسير عليها تجاوبك في البلاصه. صحيحه لا في الطوله ديالها ولا حتى على الكاروسري ديالها، شبابيه رياضيه ايضا. المشكل الكبير اللي فيها هو البياس اللي قليل بزاف، ماشي مفقود ولكن قليل. السياره واخا 11 ديال الخيل، الكونسوماسيون ديالها تقريبا شي 6.5%. السياره ايضا من غير انها شبابيه رياضيه كتبقى عائليه. جات بمالا كبيره كتهز مزيان ديال الطريق. جات ايضا خالصه، البنوات ديالها ملاح. الحاله الميكانيكيه ديال السياره ممتازه، الصباغه ديالها اوريجينال. الثمن الاول ديال هاد السياره هو 46 الف درهم، والسياره كتواجد بمدينه الدار البيضاء. هنا عندنا السيارة رقم 5، الجولف بولو. السيارة مانيوال اسونس 9 ديال الخير، الموديل 2006، الكيلومتراج ديالها في حدود 300 آلاف. الدوزيام مان، جات بالسنتراليزي، الديريكسيون ديالها اسيستي، ليكتور سي دي ام بي 3، الزاج الكتريك، لي جونت ديالها الومنيوم.
الفريناج ديالها ABS والكليمة. السيارة اللي عائلية متوسطة الحجم، اقتصادية، لا من ناحية الوريقات ديالها اللي صغار ولا حتى من الكونسوماسيون ديالها اللي فيبل بمعنى الكلمة. البياس ديالها رخيص وموجود. أيضا السيارة ثابتة ديال الطريق. السيارة أيضا كتبقى مطلوبة بشكل كبير في المغرب نظرا لأنها قليلة الأعطال، الأومبان ديالها قليل. الصيانة ديالها سهلة، يعني كتبقى سيارة صبارو فيها كل مواصفات السيارة الاقتصادية. هادشي علاش باقي لدابا بزاف الناس اللي كاسبينها. السيارة اللي قدامكم جات نقية لا من ناحية لا من الداخل ولا حتى من برا. جات أيضا بصالون متوسط ومريح. أيضا الحالة الخارجية ديال السيارة مزيانة، الصباغة ديالها نقية والبنوات ديالها ملاح. الثمن الأول ديال هاد السيارة هو 47 ألف درهم، والسيارة كتوجد بمدينة وجدة. السيارة رقم 6 الفيات سيانا. السيارة اللي كتجي مانيوال مازوت 7 ديال الخيل، الموديل 99، الكيلومتراج ديالها في حدود 400 آلاف، دوزيام مان. الماتريكول ديالها باء 6، جات بالسنتراليزي والزاج إلكتريك، ليكتور سي دي ام بي 3، لاسيستي كليما ولا باء. السيارة عائلية متوسطة الحجم. السيارة اللي كانت حققت نجاح كبير في الموديل ديالها في المغرب، وهادشي راجع لقوة المحرك ديالها والأداء العالي في الطريق، وحتى الثمن ديالها اللي مشجع بالنسبة للمستعمل. من المواصفات ديالها أنها جات بالطول 4 متر 21، العرض ديالها 1 متر 70، العلو ديالها 1 متر 49، مهزوزة على الأرض بديك 15 سنتيم، الوزن ديالها 1070 كيلو. البلان ديال السيارة 47 لتر. السرعة القصوى ديالها 160 كيلومتر في الساعة. الكوفر ديالها اللي كبير بزاف كيهز حتى ل500 لتر. الديزاين ديالها كيتعتبر عادي انسيابي نوعا ما. السيارة ثابتة في الطريق، الرؤية ديالها واضحة لأنها جات تقريبا عالية. السياقة ديالها سهلة مريحة. أيضا البياس ديالها موجود. الكاروسري ديالها صحيح. من المشاكل ديالها هو لا ميكانيك اللي معقد بزاف وسخونية المحرك ديالها. الصالون ماشي شي جودة، يعني الجودة ديالو ناقصة. من الداخل جات ضيقة شوية خصوصا كراسة اللور. السيارة هادي جات بوريقات خالصين. الموتور ديالها جديد، نظام التعليق ديالها حتى هو جديد. مولاها كيقول ممكن تبادل. الثمن الأول ديال هاد السيارة 23 ألف درهم، والسيارة كتواجد بمدينة الدار البيضاء. معنا أيضا المرسيدس 270 ام ال، سيارة أوتوماتيك مازوت 10 الخيل، الموديل 2003، الكيلومتراج ديالها في حدود 300 آلاف بروميير مان. الماتريكول ديالها ألف 39. جات بالليميتور ريغالاتور دو فيتاس، سيستم فريناج لاب بي اس، لي زيرباك، جوان ديالها ألمنيوم، زاج إلكتريك سنتراليزي، الرادار تريكول، ليكتور سي دي ام بي 3 ولا سيستي ولي فارونتي بغويير. فيها لا كليم. الصالون ديالها دومي كوير. السيارة بونيطا اوبسيون، جات بطولة وكاروسري اللي صحيح ديال بصح. السيارة أيضا قوية في الطريق، طلع العقبة اللهم بارك، حتى في التضاريس الصعيبة ما عندهاش المشكل. أيضا جات من الداخل بصالون واسع ومريح. السيارة ما كتحش فيها بالتعب. الموتور ديالها قوي. المشكل الكبير ديالها هو البياس اللي غالي ديال بصح، والكونسوماسيون اللي مرتفعة بزاف. من غير هادشي كتبقى الضريبة ديالها 1500 درهم، يعني مقبولة. السيارة كيف كتبان لكم الحالة ديالها واقفة مزيان. السيارة هادي ما عليهاش معلومات كثيرة، اللي بغاها يتواصل مع مولاها والله يسخر. الثمن الأول ديال هاد السيارة هو 50 ألف درهم، والسيارة كتواجد بزاكورة. وكاينة معنا السيارة رقم 8 الجولف جول. السيارة مانيال ايسونس 5 ديال الخيل، الموديل ديالها 2006، الكيلومتراج ديالها في حدود 190 ألاف، دوزيام مان. السيارة تاع اليوم اللي غنتكلم لكم عليها عن تجربة دوزتها في المازوت اقتصادية بشكل كبير، عكس ليسونس اللي كتستهلكو في المدينة حتى ل9%. السيارة اللي صبارة ومجموعة، البياس ديالها كيصبر، يعني دوزات عندي سنتين عمرها وقفات من غير مرة اللي تقطع لي كابليت اللومبرياج، حيت أصلا خديتها مستعملة. وملي كتوصل ل110 السيارة كتبقى ترعد شوية، يعني تقريبا لا شيء يذكر. السيارة لأكثرية كيتشكاو من البياس ديالها اللي قليل صراحة. إلا ما كنتيش في المدن الكبيرة ككازا غتعذب في البياس ديالها. أما من غير هادشي فالسيارة صحيحة، لا في الطولة ديالها ولا حتى الكاروسري ديالها. السيارة جات بلا سيستي، سهلة التحكم ديالها، وجات أيضا بلا بي اس، بوست راديو، زاج إلكتريك. هاد السيارة هادي وريقاتها خالصين والحالة ديالها أمارش ممتازة. الثمن الأول ديال هاد السيارة هو 29 ألف درهم، والسيارة كتواجد بمدينة تازة. معنا السيارة رقم 9 سيتروين كزانتيا. السيارة مانيوال مازوت 8 ديال الخيل، الموديل 98، الديوانة 2010، دوزيام مان. كيلومتراج ديالها في حدود 100 ألاف. الماتريكول ديالها 1040، الضريبة السنوية ديالها 1500 درهم. السيارة اللي أنيقة كتعطيك واحد النوع ديال الفخامة اللي بعقلو. أيضا السيارة وزنها ثابتة في الطريق حتى على السرعات العالية. حتى الشاسي ديالها اللي صحيح، الأداء ديالها عالي في الطريق، سهلة في القيادة ديالها. حتى الكونفور ديالها اللي زوين، جات بحال السيارة لاغونا من الداخل، جات مريحة وواسعة ونقية. الطابلة بور ديالها خدام.
من الوقفة ديالها كتبان السيارة مليحة واقفة مزيان، حتى البنوات ديالها مزيانين، الصباغة ديالها نقية، السيارة كيقول مولاها الكسيدة ما دايراش، جات بموتور قوي ديال الطريق، حتى الوريقات ديالها خالصين. الثمن الاول ديال هاد السيارة 35,000 درهم، والسيارة كتواجد بمدينة طنجة. السيارة الأخيرة اللي معنا في هذا العرض سيتروين سيكان، السيارة مانيوال مازوت 7 ديال الخيل، موديل 91 دوزيام مان، الماتريكول ديالها ألف واحد، الضريبة السنوية ديالها 700 درهم، لاسيرونس للعام 2700 درهم. السيارة عائلية وتجارية بصفة أكبر، يعني اللي عنده البيجي صغير وبغى سيارة تجارية بثمن رخيص في السيكانز أحسن خيار. السيارة عملية واقتصادية، السيارة أيضا معروفة أنها سبارة، البياس ديالها موجود رخيص، لا ميكانيك ديالها ساهل. السيارة من قدام جاية بصباغتها الأولى، فيها شي ديطاش، البنوات فيها مزيانين، من الداخل جات واسعة تهز من 4 حتى ل5 الناس، زائد المالا اللي كبيرة بزاف. السيارة ما عمرش بزاف، يعني هي خارجة أكترية الخدمة، كتبقى سيارة نقية. الفيروجات، البارابولات، المونتيسورات بربعة مزيانين، المحرك ديالها ناضي ماش، الوريقات ديالها صغار، حتى البنوات فيها باقيين جداد، يعني يلاه مبدلين قريب. الثمن الأول ديال هاد السيارة 30,000 درهم، والسيارة كتواجد بمدينة قنيطرة. الى وصلتوا معنا حتى لهنا وكملتوا الفيديو، شكرا لكم على حسن الانتباه، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. حنا في القناة هنا غير باش نعاونوكم تلقاو السيارة اللي تقلبوا عليها، اللي عنده الله يسهل عليه، واللي ما عندوش الله يجيب ليه. تسناونا في عرض جديد وفيديو جديد بعد غدا بحول الله. حتى لديك الوقت خليتكم في امان الله، السلام عليكم.